السلام عليكم. لما شريك حياتك ما يبقاش كل حياتك، وقتها نعمل ايه؟ سؤال وجالي من حد منكم، وحسيت ان احنا محتاجين نقف عنده جدا ونجاوب عليه، ويمكن نعمل له حلقة او اتنين كمان. والنهاردة مش هخلي كلامي كله عن النمط المتجنب خالص، انا بتكلم بشكل عام. لما تبقى عايش مضطر مع حد عشان انت لازم تعيش، لما تبقى عايش والحياة مش مدياك احتياجاتك، لما تبقى عايش وتحس ان الحياه مخصماك ومدياك ظهرها، وقتها ساعتها المفروض تعمل ايه؟ وكلامي النهارده مش على الستات بس، لان الاستيريوتايب كده بتاع النمط اللي احنا واخدين عليه سواء من السوشيال ميديا او من الحياه، ان الستات بس هي اللي بتضطر ان هي تعيش. تعيش عشان خاطر ولادها، تعيش عشان هي مغلوبة على أمرها، تعيش عشان ملهاش حتة تانية تروح فيها، تعيش عشان خاطر نظرة المجتمع. لكن من خبرتي في الحياة ومن خبرتي في المجال ده، احب اقول لكم ان في رجاله كتير جدا بيعيشوا عشان مضطرين ان هم بيعيشوا عشان اولويات هم حاطينها. في رجاله كتير جدا بتعيش عشان هي مضطره عشان خاطر ولادها، لان هي حاطه ولادها اولويه في حياتها. في رجاله بتعيش لان هي ما عندهاش استعداد تبقى لوحدها، فشايفه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، وخلينا ندي فرصه ونعيش. في ما بيبقاش عندهم القدره ان هم ياخدوا قرار الانفصال، اقوى من قدراتهم، اكبر من قدراتهم، هم اضعف من ان هم ياخدوه. مش عشان هم مهزوزين ولا عشان هم مش رجاله يعني مالين هدومهم، بس ده حقيقي قرار صعب، ومش اي حد عنده الجرأة ان هو يطلبه وان هو يقدم عليه. في ناس بتخاف من المجهول جدا، والمجهول بالنسبه لها افظع من الحياه اللي هي عايشاها. فكلامي النهارده للرجاله وللستات اللي مضطرين ان هم يعيشوا. كلامي النهارده لكل الانماط، لكل الشخصيات. كلامي النهارده ليك لو انت بتسأل نفسك انا هكمل كده ازاي. دايما بقول وهفضل اقول، قدامك حل من اتنين: لا تسيب وتبعد وتتكل على الله وتبتدي بداية جديدة، لإلا تكمل وتعيش. بس لو عشت وكملت لازم تاخد قرار ان انت هتعيش، ما تعيش وانت ميت. عارفين ليه؟ عارفين ايه المؤلم في الموضوع بعيد عن ان انت بتعيش وانت ميت؟ ان انت بتعيش غالبا عشان خاطر ولادك، ده اكتر سبب كومن الناس الرجاله والستات بيعيشوا عشانهم، وتلاقيها شاربه المر عشان خاطر ولادها. بس المشكله ان في سن معين الولاد بيكبروا ويبتدوا يلمحوا او يقولوا بشكل مباشر ان يا ريتكم كنتوا انفصلتوا. احنا عشنا حياه صعبه جدا بسبب علاقتكم ببعض وبسبب اللي احنا شفناه. فيجي الاب اللي حس ان ضيع شبابه كله عشانهم يحس انه ضيع شبابه على الفاضي، ساعتها بيتقهر، بيموت مقهور. وتيجي الام اللي اتهانت واتمرمطت ومشاعرها كلها اتجرفت وبقت شبه عم صلاح من كتر ما انوثتها كلها راحت، تحس ان يعني وعمري ده انا عامله ده كله عشانكم. وتكتشف ان يا ريتها كانت انفصلت وبعدت وربت ولادها باحترام وهي منفصله، وطز في نظرة المجتمع. أما حاجة هي ونفسيتها وولادها ونفسيتهم. وقتها للأسف احنا ما بنقدرش نرجع في العمر، ما بنقدرش نبتدي من أول وجديد. وقتها العمر بيروح، والمشكلة إن شباب الأجيال الجاية كمان ممكن يروح، لأن كتير منهم بيبقوا معقدين، بدليل إن أجيال طالعة دلوقتي بتقول لا للإنجابية ولا للجواز. أنا دي بشوفها كتير جدا مع طالبات ثانوي والجامعة لما باجي أشتغل معاهم. اللي عايز يتجوز مش عايز يخلف، مش عايز يجيب ولاد يتعرضوا لكل اللي هو شافه، مش عايز يجيب ولاد تاني المجتمع هو شايف ان هو ظالم، مش عايز يجيب ولاد لمجتمع ويجوا في يوم من الايام يعملوا زي ما هو عمل، يلوموا اهليهم جبتونا ليه وربتونا ليه، وانتوا عارفين كويس قوي الدنيا عامله كده. وفي اللي واخدها من قصرها ومش عايز يتجوز خالص. ده بقى منتشر جدا جدا يا جماعه في المجتمع على مختلف الجنسيات. فبتلاقي نفسك ضيعت نفسك وضيعت اجيال جديده، وانت فاكر ان انت مضحي، وفاكر ان انت جاي على نفسك، وفاكر ان انت عامل حاجه كبيره جدا، وفي الاخر بتكتشف ان اللي انت عملته ده
ملوش قيمة. عشان كده لو خدت قرار ان انت تكمل، خد معاه قرار ان انت لازم تعيش. فكرة ان انا اكمل وانا ميت تحت بند المضحي صفر على الشمال، ولا ليه اي لازمة. وانتوا عارفين من الحاجات برضو اللي اتعلمتها من الدنيا، اتعلمتها قوي كمان لما سبت مصر الحقيقة، ان احنا كشعوب عربية كتير منها، يعني انا سافرت كتير من الدول العربية، بس يمكن سافرت كتير من الدول العربية بشكل سريع، يعني كل سفرية 10 ايام اسبوعين. ممكن ما اكون ما شفتش الكالتشر بتاع الدول، لكن شفتها هنا. لان في تركيا تجميع رهيب لبلاد كتيرة، انت بتشوف دول كتيرة غير لما بتروح تشوفها كسايح، بتشوفهم وهم عايشين. بس خليني اقول ان مصر على القمة الحقيقة، تليها كتير من الدول العربية ما تعلموش ان هم ازاي يستمتعوا، ما تعلموش ان هو ازاي نعيش. احنا ما تعلمناش نعيش، احنا تعلمنا نخش المفرمة. يعني انا هتكلم على مصر مثلا، وبقول كتير من الدول العربية لان الحقيقة الدول العربية كتير بتعرف ان هي تستمتع بطريقتها which is very good، بس انا بتكلم عن استمتاع من نوع مختلف. لكن ان في طريقة للاستمتاع دي حاجة كويسة جدا، بس احنا الشعب المصري بالذات دخل المفرمة من بدري. كل حاجة بنعملها تحت ضغط، كل حاجة بنعملها عشان احنا مضطرين ان احنا نعملها. الولاد الاجيال الجديدة تلاقيه ايه، من سن صغير داخل الحضانة، وقبل ما يخش الحضانة لازم يكون بيعرف الارقام والحروف والالوان. دخل الحضانة يتفرم، بدل ما ياخد في الحضانة حاجات تنمي مهاراته وتسعده كطفل، لا، هو محتاج ان هو ينمي مهارة او اتنين عشان خاطر هي دي اللي هتظهر، عشان خاطر البيرنتس يحسوا ان فلوسهم اللي اتدفعت في حاجة مفيدة. فلازم يتكلم عنده، يكون عنده حصيلة من اللغة، لازم يكون عنده شوية حاجات كده شوي عشان خاطر الناس تحس ان فلوسها اللي اتدفعت دي اتدفعت في حاجة كده. هوبا يخش المدرسة. انا طبعا انا سايبه مصر من سنين، وولادي ما دخلوش المدارس في المراحل دي في مصر، لكن بسمع كتير جدا تالتة ورابعة ابتدائي ولا رابعة وخمسة ابتدائي المفرمة بتاعة الدراسات الاجتماعية والماس والحاجات دي كلها. هوبا اعداديه، هوبا ثانويه، دخلنا الجامعه، لازم في الجامعه تاخد كورسات مش عارفه شكلها عامل ازاي عشان خاطر استعداد لسوق العمل، اشتغلت، اتجوزت، لازم تخلف، لازم مفرمه 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 مفرمه. ما تعلمناش ان احنا نقف ونستمتع، ما تعلمناش. عارفين اكتشفت ده ايه؟ اكتشفت ده بعد سنين كتيره قوي من سايباني لمصر، يعني ما اكتشفتهاش بسهوله الحقيقه، واكتشفتها بشكل غريب جدا. يعني انا جيت هنا الناس كلها بتروح الغابات وبتروح الجناين وبتروح على البسفور ومش عارفه ايه، بس كنت حاسه انه عادي، يعني اسطنبول مبهره فالناس يعني بتروح تستمتع. بس وقفت وقفه كبيره جدا مع اول زلزال. طبعا اللي عارف ان اسطنبول مشهوره بالزلازل. هم عندهم very bad experience مع زلزال عظيم حصل في التسعينات تقريبا ودمر اسطنبول. فاول زلزال حصل وانا موجوده الناس جالها بانيك يعني، والناس كلها نزلت من البيوت وقعدت في الجناين، والبلد فتحت المساجد وفتحت كل الصالات الرياضيه، وكانت هيصه يعني. ساعتها خدت العربيه وقعدت الف على الجناين، لان انا ماليش طقطان ان انا افضل قاعده كده. فقلت ايه، مادام قالوا لنا ما تقعدوش، ساعتها بعتوا على البلديات، بعتت على الموبايلات ما حدش يقعد في البيت لمده كذا ساعه. فخدت العربيه وقلت الف كده ايه بدل قعده الجنينه دي. لقيت كل الجناين فجاه، رغم ان الناس عندها فوبيا، والناس نزلت الخيم فرشتها في الجنينه عشان خاطر تنام فيها، لان هم حتى لو البلديه قالت اقعدوا ساعتين بس بره، هم قرروا ان هم يباتوا بره البيوت. لكن فجاه المفارش اتفرشت، ترامس الشاي اتحطت، البسكوتات والكيكات فجاه كل الجناين للناس المرعوبه. ليه؟ هم اوريدي عندهم الحاجات دي دايما عند باب الشقه، اوريدي عندهم الحاجات دي جاهزه، لان هم كل ويك اند لازم يطلعوا الجنينه او الغابه، ده لازم. فالحاجات دي اوريدي موجوده، راحوا واخدينها ومجهزينها وفرشينها في الجناين. ساعتها قعدت اتفرج بتامل جدا. الناس دي بتعرف ازاي تعيش، الناس دي مبسوطه، رغم ان الاتراك شعب عصبي جدا
جدا، حتى في هزارهم عصبيين وعناف، يعني شعب عنيف، شعب صوته عالي جدا، شعب حمقي وخلقه ضيق، ما عندوش صبر. لولا قوانينهم الصارمة في السواقة كان زمانهم شعب بلطجي جدا في السواقة، عصبي جدا في السواقة. لكن شعب بيعرف يعيش، بيعرف يستمتع بالحياة، بيعرف يستمتع بالطبيعة، بيعرف قيمة الحاجة. بيقفوا قدام اي حاجه طبيعيه رغم ان هي كتيره جدا جدا، وفي كل حاجه هنا الغابات والجناين في كل حته كل حاجه، لكن بيقفوا قدامها كأن ما فيش غيرها، بمنتهى الاستمتاع وبمنتهى الاعجاب وبمنتهى الحب. شعب بيعرف كويس قوي ازاي يبسط نفسه، فحتى تحت الضغط عرف يفرش المفارش ويجيب الترامس ويتبسط وهو قاعد خايف ومرعوب ان العماره تقع عليه، وعنده تجربة سيئة جدا من زلزال قديم، بس عارف كويس قوي ازاي يتبسط. احنا نزلنا مكببين كده قاعدين كده مستنيين، حاطين ايدينا على خدنا، عاملين ندب حظنا، نقول امتى هنطلع. مع حد زي ما عندوش صبر انه يفضل قاعد، فضل يلف بالعربية. ما عندناش القدرة على الاستمتاع. ليه؟ ما تربناش على كده. طب ايه اللي دخل ده بفكره البارتنر واللي انا عايش معاه ومش عارف ايه؟ ما هو اصل انت وسط السواد لازم تتعلم ازاي تشوف الحاجه الحلوه عشان تستمتع. جاي تكلميني بقى عن نص الكوبايه المملي والكلام ده؟ لا 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 خالص خالص. انا جاي اقول لك ان انت اخترت ان انت تكمل، فلازم تختار ان انت تعيش. وعشان تختار ان انت تعيش لازم تحس ان الريموت في ايديك، عشان ده يديك احساس ان انت مسيطر على اي حاجه. احساسك بالسيطره هيدي رساله لعقلك يقولك الامور كلها لسه تحت سيطرتي، انا لسه زمام الامور في ايديا، انا اقدر الاقي طريقه عشان خاطر اتبسط بيها، انا اقدر الاقي طريقه اعرف اعيش واتنفس بيها. مره كنت بشتغل مع واحده، ويمكن انا حكيتها لكم في فيديو من الفيديوهات، وقعدنا ندور عن الحاجه اللي ممكن تديها احساس بالسعاده وريليف كده، يعني تخليها عندها احساس ان هي يومها مش رايح منها. هي حد عملي جدا بيشتغل جدا، بس دايما عندها احساس ان الدنيا مبعتره من ايديها وما عندهاش سيطره، وده بيوترها وبيخليها تضيع كتير من وقتها وبتتعصب جدا، وحقيقي بتفقد سيطرتها على نفسها. تصدقوا ايه اللي في الاخر وصلنا له؟ ان هي لما بتقوم من النوم الصبح وتفرش سريرها وتطبقه، ده بيديها احساس ان يومها منظم وان هي مسيطرة على يومها. فلما بتعمل كده يومها بيبقى مختلف كده تماما عن لما بتقوم من النوم وتمشي وتسيب سريرها. انتوا متخيلين الموضوع بسيط قد ايه؟ بس البنت او الست اللي انا بحكي لكم عندها دي كان عندها حاجه و40 سنه. اكتشفت الاكتشاف ده بعد حاجه و40 سنه من الحياه، واكتشفت انه قد ايه طبعا حياتها ما بقتش ورديه، بس حست للحظه ان الريموت في ايديها. وده مش قادره اقول لكم بدايه قد ايه لاحساس جميل جدا جدا هي عاشته، وكانت بدايه لخيط التعافي. احنا محتاجين نحس ان احنا مسيطرين على حاجه، محتاجين نستمتع بحاجه. انت اسال نفسك في تلاتيناتك، يعني انا اغلب اللي بيتفرجوا عليا من احصائيات اليوتيوب من 28 ل 42 تقريبا، ده السن الاكتر سن بيتفرج عليا على اليوتيوب. من 28 ل 35 اكتر حاجه، ومن 35 ل 42 النسبه اللي بعديها على طول. خلينا نقول من 28 ل 42. فنقول ان انت عشت 35 سنه متوسط اللي بيتفرجوا عليا على اليوتيوب. سالت نفسك في مره انا ايه اللي بيحسسني بالسعاده؟ كتير يقولوا لك للست روحي للكوافير، قصي شعرك، غيري لون شعرك، انزلي اعملي شوبينج، اقعدي اشربي قهوه في كافيه. استنباط بتبسطهم هم. لكن سالتي نفسك ايه اللي بيبسطك انت؟ سالت نفسك حضرتك، بعيده عن نصيحه الجيم الجباره اللي بيتقالك، رغم ان اهميه الجيم انا مش معترضه، بس سالت نفسك ايه اللي بيبسطك انت؟ ايه اللي بيحسسك انت بالسعاده؟ ايه اللي بيحسسك ان انت مسيطر على يومك وعلى حياتك؟ في سنك ده عرفت توصل لحاجه زي كده؟ وانا مش عايزه لما اجيب العربيه البي ام دبليو، ولا لما اسافر مش عارفه الفيلا اللي فين في الساحل، لا لا انا مش عايزه حاجات
فوق قدراتك ومش قابلة للتحقيق. انا عايزة حاجة تقدر تحققها في يومك، في اسبوعك، تحسسك ان انت سعيد، تحسسك ان انت مسيطر على يومك. ليه؟ لان انت لما تكون حضرتك ان شاء الله حتى تكون سي او اكبر شركة انترناشونال موجودة في بلدك، بس بترجع البيت تلاقي نكد، تلاقي عدم تقدير، عدم احترام، تلاقي جمود في المشاعر، لوح تلج عايش معاك، كل انجازاتك الخارجية دي ولا حاجة. انت محتاج تحس ان انت مسيطر على انجازاتك، على امورك قصدي الداخلية، عشان تحس ان انت لسه حياتك ما راحتش من ايديك. هو ده الكور اللي انا عايزه اطلع منه في حلقه النهارده، لان الموضوع كبير وهياخد مننا اكتر من حلقه غالبا. فاول حاجه عايزه اطلع منها من حلقه النهارده، خلي ريموت حياتك في ايديك، ريموت سعادتك في ايديك. عشان لو حضرتك صاحب شخصيه قلقه، للاسف الشخصيه القلقه بتدي ريموت السعاده في ايدين اللي قدامها، في ايدين البارتنر اللي قدامها. فلما يكون متجاهلها، ولما يكون جاف معاها، ولما يكون مش مقدرها، ولما يكون بيستهون بمشاعرها، ولما يكون كل حاجه بتعملها وكل دمعه بتنزلها ولا اصل انت حساسه وزياده عن اللزوم، لما يكون راجل والبارتنر اللي معاه جافه جدا وهو شخصيه قلقه، وكل ما يعمل حاجه تقول له اصل انت حساس، اصل انت بتفهم غلط، اصل انت يعني انا ماليش دعوه بمشاعرك، ما بفهمهاش. مهما كنت محقق نجاحات من بره، انت محتاج تحس ان انت مسيطر على حياتك الداخليه. حياتك الداخليه ديت من ضمن اسباب السيطره عليها بان انت تحس ان انت الريموت في ايديك، والريموت في ايديك ريموت سعادتك، عشان حضرتك قررت ان انت تكمل، فلازم تكمل. فاسال نفسك كده، انا ايه اللي بيحسسني ان انا مبسوط؟ ايه اللي بيسبب لي نوع من انواع الريلاكس كده؟ احنا مشكلتنا ان ممكن واحده ست تقولك لما اقعد اشرب كوبايه حاجه سخنه، وتلاقيها وهي قاعده بتشرب الحاجه السخنه دي بتطبق وبتغسل وبتزعق للواد مش عارفه ايه. احنا بنستخسر في نفسنا يا جماعه، بنستخسر في نفسنا الوقت، او بنرمي كل حاجه وبندي لنفسنا زياده على اللزوم لدرجه ان تولع الدنيا. ما عندناش الوسطيه. احنا عايزين انسان وسطي طبيعي، انسان عاقل انسان شايل المسؤوليه وفي نفس الوقت شايف نفسه، لان شوفنا نفسنا ده هو حق. شوفنا نفسنا ده حق. احنا ساعات كتير جدا بنستكتر على نفسنا الحق ده. فاسأل نفسك كده، انا ايه اللي بيحسسني بالسعادة؟ في كرسي معين بقعد عليه بفضل ضرب السقف كده وده بيحسسني بالسعادة؟ مشوار معين، ركعتين بصليهم وبسجد كتير وبعيط؟ اصل في ناس بتتكسف تقول كده، لا يتقال عليها ان هي يعني متأخرة مثلا. اللي بيحسسني بالسعادة زيارة لأمي وأبويا، قاعدة مع أمي في المطبخ. بيحسسني بالسعادة وجود صديق معين، أكلة معينة، طبخة معينة. ايه اللي بيحسسك بسعادة بسيطة خالص؟ ولا أنا فاقد إحساس الشعور بالسعادة أصلا؟ ودي ساعتها تبقى حاجة تانية. أصل أنت لو فاقد إحساس الشعور بالسعادة، أو ما أنتش عارف إيه اللي بيحسسك بالسعادة، أو رابط إحساسك بالسعادة بشخص تاني والشخص التاني ده متجاهلك، يبقى أنت في مصيبة. إحنا جايين نطلع من المصيبة دي، جايين نتبسط مع الشخص التاني، نحاول معاه، بس في نفس الوقت نكون إحنا داخليا كفيلين إن إحنا نسعد نفسنا. البنات اللي لسه ما اتجوزتش والولاد اللي لسه ما ارتبطوش وحاسين ان كل احساسهم بالسعاده مرتبط بوجود شخص تاني في حياتهم، انا لا انكر عليكم ده. انا جدا مع الحب، وجدا مع الارتباط، وجدا مع الجواز، وشايفه ان هي اعظم حاجه في المنظومه البشريه حقيقي. وان الناس لوحدهم ما يبقوش ناس، الانسان جاي من الونس، وان وجود شريك حياة انسان عطوف جميل حنين ابن ناس متربي، دي اعظم نعمة في الوجود بعد الاسلام. وان لوحدي احساس الوحشة ده كفيل ان هو ينهش فيا. انا مع ده كله، بس افرض ده كله ما جاش، يعني هموت نفسي.
ما انا لازم يبقى عندي قدرة ان انا احس بالاشباع، احس ان انا قادر ان انا اسعد نفسي. افرض لقيت البارتنر التاني واتخميت فيه وفي الاخر طلع مش شبهي، طلع مش حاسس بيا ومش قادر اسيبه لاي سبب من الاسباب، هرجع تاني اموت نفسي. فانا بدور على ايه؟ بدور على حاجات صغيره بسيطه احطها جنب بعض تملاني، تصبرني، تخليني اعرف اكمل الحياه. عارفين اللي ماشي في صحراء، ماشي في صحراء وعمال يصبر نفسه، انا في اخر الطريق هلاقي وجبه رهيبه سخنه وجميله وفيها حاجات ساقعه وهاكل واشبع. بس في الطريق محتاج ان هو ياكل فتات عشان خاطر يقدر لما يوصل يكون لسه عايش، ما يكونش مات. الفتات دي تبان ان هي فتات صغيره، لكن هي القادره ان هي تخليه لسه واقف على رجليه وعنده الطاقه انه يمشي ويكمل، لانه طاقته لو خلصت مش هيوصل للمأدبه الرهيبه اللي هو مستنيها. فاحنا جايين ندور على الفتات ده عشان نصبر نفسنا بيه، عشان مفيش حاجه كبيره قوي يا جماعه هنلاقيها، مفيش. هي حاجات صغيره هتتحط جنب بعضها تخلينا نعرف نكمل. هنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي، تابعوني. بس انا عايزه قبل ما اقفل اقول لكم على حاجه حصلت لي، سببت لي سعاده الحقيقه. يعني انا كنت قلت لكم ان السوبر ثانكس نزل في القناه، والحقيقه الفيديو اللي فات جالي اول سوبر ثانكس. مش قادره اقول لكم احساس السعاده الغامره اللي جات لي. مبلغ يعني مش يعني مبلغ بسيط جدا، بس احساسي ان حد قدر حاجه انا بعملها وقال لي فيها شكرا، ده حسسني قد ايه انا يعني بعمل حاجه ممكن تكون فارقه مع حد، بعمل حاجه ممكن تكون اثرت في حياه حد، ساعدتني فوق الوصف. فانا بشكر جدا صاحب السوبر ثانكس، بشكره جدا. ادخلت على قلب السرور، ربنا يدخل على قلبك السرور حقيقي جدا يعني. واتمنى ان انتوا تدعموا القناه بلايك وكومنت وشير، لان ده حقيقي حقيقي هيفرق جدا في انتشار القناه، وهيفرق معايا انا احساسي ان انا بعمل حاجه تستحق ان هي تكمل وان انا اكملها، حقيقي هيفرق معايا. طبعا السوبر ثانكس لو حد فيكم حابب ان هو يشارك فيها. هنكمل الموضوع ان شاء الله، حتى لو ده موقف سلسله النمط المتجدد مفيش مشكله خالص، لانه حقيقي موضوع مهم. ولو عايزين نتكلم في اي حاجه تانية ارجوكم اكتبوا لي، ان ده بيفرق جدا ان انا اعرف انتوا محتاجين في ايه ونكمل في ايه. واسيبكم دلوقتي في رعايه الله. السلام عليكم.